في وسط الصحراء، مدينة كاملة مدفونة ولعنة مستنية اللي يصحيها، مقبرة مهجورة وكتاب ممنوع، وكاهن فرعوني اتدفن حي علشان حب واحدة مش من نصيبه. بس بعد 3000 سنة في واحد قرر يفتح التابوت ويبدأ حفلة رعب، سحر، مطاردات ملهاش أول من آخر. بس قبل ما نبدأ فيلمنا صلوا على النبي، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بينزل عندنا. بيبدأ فيلمنا في مصر القديمة، يعني من 3000 سنة بالظبط، لما بيظهر الكاهن الفرعوني امنحتب وبيكون مستني الملكة اسن آمون، وأول ما بتدخل بياخدها بالأحضان. ولكن الصدمة إن الفرعون بيشوف اللي بيحصل وبيكتشف إن اسن بتخونه، فبيروح الفرعون بسرعة علشان يمسك الملكة متلبسة. لكن امنحتب بيهرب وبتفضل الملكة واقفة لوحدها. ولما بيدخل الفرعون بيسألها مين لمسك، لأن كان في أثر إيد حد على كتفها. لكن الملكة بتفضل ساكتة، وفجأة بيحس الفرعون إن في ضربة من ورا، ولما بيلف بيشوف امنحتب ومش بيلحق يتكلم، بيلاقي الملكة بتضربه هي كمان بالسكينة وبيموت الفرعون. وقتها بيشوف حراس الفرعون اللي بيحصل وبيقرروا ينتقموا من الملكة، لكن اسد بتموت نفسها وبتريحهم. وبعد فترة وبيرجع امنحتب هو والكهنة بتوعه لصحراء، وبيسرق جثة اسن وبياخدها لمدينة الموت علشان يعيد إحيائها. وبسبب حبه لاسن بيعصي الإله وبيسرق كتاب الموت وبيبدأ طقوس إعادة إحيائها. ولما بتدخل روح اسن جسمها تاني بتصحى، ولكن فجأة بيدخل عليهم حراس الفرعون وبيوقفوا الطقوس، وبترجع اسن للموت تاني. بعدين بياخدوا كهنة امنحتب وبيقرروا يحنطوهم وهم أحياء. أما امنحتب نفسه بيقروا عليه أقصى تعويذة على الأرض المعروفة باسم حي دي، وبعدين بيحطوه في التابوت حي وبيرموا عليه الخنافس اللي بتاكل لحم البني آدمين، وبكده بيكون محبوس في التابوت، لا منه حي ولا منه ميت. وبتمر السنين لحد سنة 1923 في مدينة الموت برضه، وبتبدأ كل الجيوش تتسارع على الأرض دي، مش عارفين كمية الشر واللعنة اللي فيها. ولكن فجأة بيظهر جيش باسم المجوس، ودول بيكونوا من سلالة الحرس الفرعوني، وطول الوقت بيكونوا قاعدين قدام أرض الموت علشان يحرسوها لأنهم عارفين اللي فيها. وكالعادة حاليا بيكون المجوس دول واقفين بيحاربوا في جيش عايز يستولى على الأرض، وبيظهر شخص اسمه أوكونيلا، وده بيكون قائد الجيش. ولكن الجيش بتاعه لما بيشوفوا كمية المجوس اللي جايين يحاربوهم أغلبهم بيخاف وبيهرب، وأوكونيل بتوتر ولكن بيحاول يخلص على أي حد من المجوس لأنه عايز يستولى على الكنز اللي في مدينة الموت. وللأسف بيقرر يهرب لما المجوس بيروحوا وراه لحد ما بيوصل قدام تمثال أرض الموت. وقتها بيفكر إنه يستسلم للموت خلاص، ولكن الغريب إن جيش المجوس بيبصوا على التمثال وبيسيبوه ويمشوا. بيستغرب أوكونيل وبيبص وراه، وفجأة بيلاقي الرمل بيطير في الهواء وبيظهر وش بني ادم على الارض كانه بيصرخ، فاوكونيل بيهرب بسرعه. بعد كده وهو ماشي في طريق الصحراء بيشوف جيش المجوس واقفين بيبصوا عليه، وبيسال واحد من الجنود القائد بتاعهم وبيبقى عايز يقتل اوكونيل. فالقائد بيعرفهم لو احنا ما قتلناهوش الصحراء هتقتله. وبيكمل اوكونيل طريقه وسط الصحراء، وبتمر 3 سنين وبتظهر بنت بتشتغل في مكتبه متحف اثار، وبتكون واقفه على سلم علشان تجيب كتب معينه للخدمات المصريين. ولكن فجأة بيخل توازنها وبتقع، لكن للأسف مش بتقع لوحدها، لا دي بتقع بالمكتبة كلها فوق دماغها. طبعا بتقف مصدومة وبتفضل متنحة لرفرف المكاتب. وفجأة بيدخل صاحب المكتبة وبيفضل يهزق البنت اللي اتضح ان اسمها ايفي، وبيقول لها لولا ابوكي وامك انا كنت طردتك من زمان. بترد عليه ايفي وبتقول له انت مش عايز تطردني علشان انا بفهم في العربي كويس وكمان شاطرة في اللغة الهيروغليفية. فبتعصب صاحب المكتبة وبيطلب منها تصلح المكتبة زي ما بوظتها. ولما بيمشي صاحب المكتبة بتسمع ايفي صوت غريب، فبتقرر تدخل المتحف من جوه والصوت بيوضح اكتر. لكن فجأة بتتفزع لما بتلاقي جثة طالعة من التابوت، ولكن بتكتشف ان اخوها نايم جنب الموميا وهو اللي عمل كده عشان يخضها. بتتعصب ايفي وبتروح تهزقه وبتطلب منه يعمل احترام للموت اللي هنا، وبتطلب كمان انه يسيبها في حالها علشان هي في مشاكل كتير، ومنهم انه
العلماء رفضوا طلبها بانها تنضم ليهم علشان مش عندها الخبرة الكافية. بيقول لها اخوها واللي اتضح ان اسمه جون ثان ما تقوليش انا معاكي، وبعدين بيروح يجيب من التابوت علبة صغيرة وبيديها لها وبيعرفها ان دي هدية صغيرة لقاها وبيحفر. لما بتفتح ايفي العلبة بيكون جواها خريطة لمدينة الموت. وقتها ايفي بتقوم تجري على صاحب المكتبة، ولكن صاحب المكتبة بيقول لها دي مجرد اسطورة وخرافات كانوا المصريين القدماء بيحكوها زمان. بس ايفي بتكون مصدقة ان مدينة الموت موجودة لان ابحاثها بتأكد ده. وهما بيتكلموا فجأة بيحطوا صاحب المكتبة الخريطة على الشمعة اللي جنبه بالغلط وبتولع الخريطة، وبكده بتكون ضاعت الخريطة ويضيع معاها احلام ايفي. فبيقول لها صاحب المكتبة ما تزعليش لان ناس كتير راحت مدينة الموت واغلبهم ما رجعتش، وانا مش عايزك تضحي بنفسك. بس ايفي مش بتسكت، وتاني يوم بتاخد اخوها وبيروحوا عند سجن القاهرة اللي موجود فيه واحد من ضمن الناس اللي رجعوا من ارض الموت واتحبسوا. ولما بيطلع الشخص ده بنكتشف ان هو ده اوكونيل. واول ما بيدخلوا بيقول لهم انتوا جايين علشان مدينة الموت صح؟ وهم بيتصدموا انه عارف. ولما بيقرب جوناثان علشان يشرح له فجأة بيضربوا اوكونيل. فايفي بتسيب اخوها وبتروح تطلب من اوكونيل يساعدها علشان توصل لهناك. بعد كده الحراس بيدخلوا باوكونيل للسجن تاني، وبتسأل ايفي رئيس السجن انتوا هتعملوا فيه ايه؟ بيعرفها انه هيدخل يتعدم دلوقتي. فبتتصدم ايفي وبتقرر تشتري اوكونيل من رئيس السجن، بس بتفشل وبيكون اوكونيل هيتعدم. وايفي لسه بتحاول تقنع رئيس السجن بس هو بيرفض. لكن اول ما بيسمع عن حوار ارض الموت بيوافق وبيطلب من الحراس يقطعوا حبل الموت من رقبته مقابل انه هياخد جزء من الكنز. بعد كده تاني يوم بيجهزوا ايفي وجوناثان شنطتهم علشان يسافروا أرض الموت. ولما إيفي بتشوف أوكونيل بتتفاجئ لأنه شكله بقى نظيف وجميل، وبعدين بتسأله إذا كان متأكد فعلا إن في كنز في أرض الموت. بيقول لها أوكونيل أنا صحابي جم من أمريكا عشان صدقوا كلامي وعايزين يروحوا. شوفوا بقى إيه اللي هناك، ولو أنت مش مصدقك أي كلام يفضل اننا ما نروحش اصلا. ولكن ايفي بتوافق على كلامه. كلهم بيركبوا السفينه وبتتفاجئ ايفي لما بتشوف رئيس السجن بيركب معاهم وبيقول لها انا لازم اضمن حقي علشان يبدأوا رحلتهم. بعد كده بالليل بيطلع اوكونيل علشان يتمشى في السفينة شوية وبيشوف ايفي وبيروح عندها وبيرمي شنطة كبيرة قدامها، واتضح ان الشنطة دي مليانة اسلحة بكل انواعها. بعدين بيسأل ايفي انت ليه عايزة تروحي ارض الموت؟ وبيقول لها مش الكنز. فبتعرفه انها بتحب الكتب ونفسها تشوف كتاب امون رع لان دي اول حاجة قرأت عنها وهي صغيرة، ومن وقتها وهي مهووسة بالقدماء المصريين. بعد ما بيخلصوا كلام بتقوم ايفي وبتروح تلعب مع الحصان، وبيحس اوكونيل بحاجة غريبة وبيقوم يمسك الراجل اللي بتجسس عليه. واتضح ان ده شخص اسمه بني كان مع اوكونيل وقت الحرب في ارض الموت، وكان السبب الرئيسي ان اوكونيل يدخل السجن لانه هرب من غير ما يساعده. ودلوقتي بيشتغل مخبر للامريكان علشان يجيب لهم اسرار ارض الموت من اوكونيل. طبعا بطلنا بيتعصب وبيقول له ده انسب وقت علشان اقتلك، لكن بني بيقعد يترجع علشان يسيبه في حاله. وبعدين بني بيسأل بطلنا انت ما كنتش بتؤمن بالارض دي، ايه اللي رجعك تاني؟ بيبص اوكونيل على ايفي وبيقول له شايف البنت دي هي اللي انقذت حياتي ولازم اساعدها. وفي وسط كل ده لما ايفي بتشوف اوكونيل بيبص عليها بتتكسف وبتدخل اوضتها، فبيقعد بني يتريق عليه وبياخد اوكونيل ويرميه في البحر. نروح بقى عند ايفي بتكون واقفه في اوضتها تقرا كتاب تاريخي كالعاده، وبعدين بتقف قدام المرايه ولكن بتحس بحاجه غريبه، وفجاه بتلاقي حاجه اترمت تحت رجليها. ولما بتنزل تجيبها بيمسكها واحد من رجاله المجوس وبيسالها على الخريطه، فبتشاور له على الترابيزه. ولما بيسالها المفتاح فجاه بيدخل اوكونيل وبيدافع عنها، واتضح ان المجوس سيطروا على السفينه كلها. فاوكونيل بياخد ايفي وبيهربوا بالراجل المجوسي اللي في الاوضه، وبيشوف المفتاح واتضح ان المفتاح ده هو نفس العلبه اللي جوناثان اداها لايفي هديه. المهم بيكون الراجل ده هياخد العلبه، ولكن فجاه بيدخل جوناثان وبيزق الراجل ده في النار وبياخد العلبه وبيهرب. وبتكون الدنيا في السفينه حرب ودمار. واوكونيل بيسال ايفي انت بتعرفي تعومي صح؟ ومن غير تردد بيرميها في الميه، وبينزل وراها واخوها ورئيس السجن بينطوا معاهم وبيفضلوا يعوموا لحد ما بيوصلوا للشط. ولما بيوصل اوكونيل بيلاقي بني واقف هناك واتضح انه ما ماتش ولسه عايش. وايفي بتساله هنعمل ايه دلوقتي؟ كل حاجتنا في السفينه. تاني يوم
بيكون أبطالنا في نص الصحراء بيحاولوا يشتروا أي حاجة بالباقي اللي معاهم من الفلوس علشان يوصلوا لأرض الموت، وبيشتري جوناثان 4 جمال علشان يوصلوا بيهم للأرض. طبعا بتمر أيام وهم لسه في الطريق، وأول ما بيوصلوا أوكونيل بيتفاجئ لما بيلاقي بنيه والأمريكي هناك. بيقعد بنيه يتريق على اوكونيل علشان وصل متأخر، فبيقترح اوكونيل ان اللي يوصل لأرض الموت الأول هو اللي هياخد الكنز. وفعلا بيقفوا كلهم يستنوا شروق الشمس، وأول ما بيبدأ قرص الشمس يظهر بتظهر معاه أرض الموت، مدينة الموت. في ثواني أبطالنا بيعملوا سباق مع بنيه والأمريكان، وأول حد بيوصل بتكون إيفي، وبتطير من الفرحة علشان هي اللي فازت. بعدها لما بيوصلوا الباقي بيبدأوا كلهم يبنوا خصم قدام الأرض، وإيفي بتكون ماسكة مراية قديمة وهي وجوناثان وبيظبطوا فيها. ولما بيسألها اوكونيل بتقول له هتعرف بعدين، فبيطلع اوكونيل شركة صغيرة وبيقول لها انا خدت دي من صحاب الامريكان، اكيد هتحتاجيها. ولما بتفتحها بتتفاجئ ان دي فرش ميك اب وبتفرح بيها. بعدين بتتكلم بحماس وبتقول انا لو نزلت المقبرة هدور على كتاب راعي الذهبي. وبعد شوية فعلا بينزلوا المقبرة، وبتمسك ايفي المراية اللي معاها وبتعكسها على النور علشان تنور المقبرة. واوكونيل اتفاجئ بذكائها، وبيبدأوا ابطالنا يستكشفوا المقبرة، ولكن بيسمعوا صوت بيفكروا ان ده صوت خنافس، ولكن الصوت بيستمر وبيبداوا يدوروا حواليهم، وبيتفزعوا لما بيقابلوا بنيه واللي معاه في وشهم. وكالعاده بيفضلوا يتخانقوا على كل جزء في المقبره علشان يدوروا فيه على الكنز. لكن ايفي بتكون ذكيه وعارفه ان المنطقه اللي هم فيها فاضيه، فبتطلب من اوكونيل انه يسيب المنطقه دي ليهم. ولما بيمشوا ابطالنا وبيوصلوا لجزء تاني في المقبره، بتقعد ايفي تقرا الكلام الهيروغليفي المكتوب، وبتقول ان المكان ده فوق التابوت بالظبط، لو حفرنا في السقف هنطلع فوق التابوت. وبيفضلوا يحفروا طول الليل، وفي وسط كل ده بيكون رئيس السجن بيكتشف المقبرة لوحده، لحد ما بيوصل لمكانه بيلاقي خنافس متحنطة على الحيطة، وبيفكر انه ذهب، وبيبدأ يشيلها من الحيطة، ولكن بتقع منه واحدة من غير ما يحس، وبتبدأ الخنفسة المتحنطة تتحرك، وبيخرج منها خنفسة حقيقية وبتدخل جوه جسمه وبتبدأ تاكل فيه وهو بيصرخ. في الوقت ده أبطالنا بيكونوا واقفين بيستريحوا من الحفر، ولكن فجأة بيلاقوا التابوت وقع قدامهم. ولما بيحاولوا يشوفوا اسم الميت بيلاقوا إن مفيش اسم للتابوت، ولكن بيكون في مكان لمفتاح، وبيقعدوا يفكروا مفتاح إيه ده. فبتفتكر إيفي المفتاح اللي معاها، ولما بتطلعه وبتحطه على التابوت فجأة بيسمعوا صوت صريخ، فبيروحوا بسرعة علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل. وبيتفاجئوا لما بيشوف رئيس السجن بيجري شبه المجنون لحد ما اتخبط في الحيطة ومات. نروح بقى عند الأمريكان، طبعا هما كمان بيكتشفوا المقبرة، ولما بيوصلوا لمنطقة معينة بيلاقوا فيها صندوق، فبيطلب القائد من رجالته ان هم يفتحوا الصندوق، ولكن اول ما بيفتح فجأة جلدهم بيسيح وبيموتوا. بعد كده بالليل بيطلع ابطالنا علشان يناموا في الخيمة بتاعتهم، وبيقعدوا يتكلموا في اللي حصل لرئيس السجن. ولما بتعرف ايفي باللي حصل عند الامريكان وان في 3 منهم ماتوا بسبب الصندوق، بدأت تتوتر وبتسأل اوكونيل انت مش بتخاف من اللعنات؟ ارض الموت كلها عبارة عن لعنات. فجأة وهم بيتكلموا بيسمعوا صوت هجوم، ولما بيقوم اوكونيل يشوف في ايه بيلاقي ان رجالة المجوس جايين علشان يحاربوهم. وبعد فترة من الخناق بيقول لهم اوكونيل كفاية قتل لغاية كده، ولكن بيهددوا قائد المجوس وبيقول له لغاية بكرة لو ما مشيتوش من هنا هتموتوا كلكم. وبعد ما بيمشي والدنيا بتهدى بتقعد ايفي تشرب وتسكر، ودي كانت فرصة اوكونيل علشان يعرف ايه حبها للقدماء المصريين. وسألها فبتقول له السبب ان بابا كان مغامر ومستكشف واتجوز واحدة مصرية، عشان كده انا كمان بحب الاكتشاف والمغامرات. وفي وسط كلامهم بتتعب وبتنام. تاني يوم بقى بيرجع الامريكان علشان يطلعوا الصندوق تاني، والقائد بتاعهم بيفضل يقرا الكلام اللي على الصندوق، واتضح ان دي رسالة تهديد، وان هيجي الموت لاي حد هيفتح الصندوق، وهيظهر شخص اسمه اللاميت وهو امنحتب وهيدمر العالم. وقتها اغلب الامريكان بيخافوا وبيسيبوا المقبرة، ولكن القائد مش بيهتم وبيفتح الصندوق، واتضح ان جواه كتاب الموتى. ولما القائد بيمسكه بيلاقي تحته شوية ذهب، وبيفرح الامريكان وكل واحد فيهم بيبدأ ياخد حاجة لنفسه في نفس الوقت ده. ولكن عند أبطالنا بيرجعوا تاني لمكان التابوت اللي وقع قدامهم امبارح، وبيقرروا يفتحوه، وبتقف ايفي بحماس علشان تشوف جواه ايه، ولكن بيتفزعوا كلهم لما بيطلع لهم موميا متحنطة. لكن الغريب بقى ان الموميا باين كأنها لسه مدفونة من قريب برغم انها مدفونة من 3000 سنة. بعد كده بالليل ايفي بتكون راجعة لخيمتها، وبتتفاجئ لما بتلاقي قائد الامريكان في ايده كتاب الموتى، ولكن بتكمل طريقها للخيمة
وبتلاقي الامريكان قاعدين مع اوكونيل وبيفضلوا يتريقوا عليهم علشان هم لقوا دهب واوكونيل ملقاش غير موميا، ولكن اوكونيل مش بيهتم. بعدين بيلاقي ايفي بتديه تمثال صغير على شكل خنفسه وبتقول له ده بيجيب الحظ، وقعدت تحكي على لعنات زمان وان هم كانوا بيحطوا الخنافس دي في التابوت للناس الكفره علشان يعذبوهم وقت الموت. بعد كده بتفضل ايفي مستنيه لما الكل بينام، وبتروح تاخد الكتاب من ايد القائد بحماس وبتحط عليه المفتاح اللي معاها علشان تفتح الكتاب، وبتبدا تقرا اللي جواه. لكن بيقوم القائد وهو مفزوع بيقول لها ما تقريش اللي في الكتاب، ولكن كان الاوان فات. وقتها بتبدا كل حاجه تتهز واتضح انها بسبب التعويذه اللي قرأتها بتصحي الكاهن إمنحتب من جديد. طبعا ابطالنا والامريكان كلهم بيقفوا يتفرجوا على اللي بيحصل، وبيلاقوا جيش من حشرات الجراد جاي عليهم، فبيبدا الكل يجري وبيدخلوا يستخبوا في المقبره. وفي شخص من الامريكان اسمه برونز لما بيدخل المقبره بيقع بالغلط والنضاره بتاعته بتتكسر، وبعد دقايق مش بيلاقي حد حواليه، لكن بيحس ان في حاجه غلط، وفجاه بيظهر إمنحتب من وراه وبيسرق منه عينه ولسانه علشان يقدر يشوف ويتكلم بيهم. في نفس الوقت ده ولكن عند ابطالنا بيحاولوا يهربوا من الخنافس اللي ملت المقبره، وبيقدر اوكونيل وجوناثان يبعدوا عنهم، ولكن ايفي لما بتسند على حيطه فجاه بتدخل ورا الحيطه دي، وبيتضح ان ده باب سحري بيودي لمنطقه تانية من المقبره. ولما بتدخل ايفي بتشوف برونز واللي حصل له، وفجاه بتلاقي الموميا بتاعه إمنحتب في وشها، فبتطلب من برونز يساعدها، لكن هو بيحاول يهرب وهو مرعوب. وبعدين بتتصدم ايفي لما بيقول لها الموميا تعالي معايا يا اسن، لكن فجاه بيوصل اوكونيل وبيدافع عنها، وبيكون الموميا هتهجم عليهم، فبيضرب اوكونيل عليه وبياخد ايفي وبيهرب. ولما بيطلعوا بره المقبره بيتفاجئوا لما بتلاقي جيش المجوس هناك، وبيتخانق قائدهم مع اوكونيل وبيقول له انا حذرتكم لكن انتوا دلوقتي فتحتوا علينا باب الموت. واوكونيل بيعرفوا انه ضرب على الموميا، فبيزعق القائد قدامهم علشان يشوفوا اللي حصل فيه، وبيفكر الامريكان ان المجوس هم اللي عملوا فيه كده، لكن بيتصدموا لما بيكتشفوا ان الموميا هي اللي عملت في برونز كده. في وسط كل ده بيكون بني تايه وسط المقبره ومش عارفه يخرج، وبيترعب لما بيلاقي الموميا قدامه، وبيبدا يصلي بكل الاديان اللي يعرفها. والموميا كانت هتهجم عليه علشان تموته، لكن لما بدا يصلي بلغه العبيد بيقف الموميا وبيقول له شكلي هحتاجك معايا وتبقى عبد ليا مقابل ده، وبيفتح ايده بتكون مليانه بتماثيل ذهب وبيوافق بنيه. بعد كده تاني يوم بيرجع ابطالنا للقاهره في مدينه اسمها برايدون، وبيكون اوكونيل وايفي بيتخانقوا علشان اوكونيل عايز يسيب البلد دي ويمشي، لكن ايفي مصممه انها مش هتمشي غير لما تصلح المشكله اللي عملتها. وفي النهايه بيقرر اوكونيل يسيبها ويمشي لوحده، ولما بيطلع بيروح يقعد مع جوناثان ويشتكي له من اخته. بيروح يقف معاهم شخص اسمه وينستون، وده بيكون اخر شخص في فريق الطيران الحربي بعد الحرب. بعدين بيجي واحد من الامريكان وبيقول ان السفينه اللي هيرجعوا بيها تتاخر لمده يومين. وفي نفس الوقت ده لكن عند بنيه بيكون قاعد مع برونز وبيقول له الشخص اللي قدامك ده هيقدر يساعدك ترجع لسانك وعينك تاني، ولكن الصدمه ان الشخص اللي قدامه بيكون الموميا، وان بنيه ضحك على برونز علشان الموميا يتغذى على باقي جسمه ويتحول لشكله الطبيعي. نرجع بقى عند اوكونيل بيكون لسه قاعد مع جوناثان وكلهم بيشربوا، ولكن بيستغربوا طعم الكحول وبيتصدموا لما بيلاقوا نافوره المحول عباره عن دم. وقتها بيعرف اوكونيل ان الموميا وصلت هنا. بيروح بسرعة يدور على ايفي وبيتصدم لما بيلاقي المدينة كلها بتولع وبتنزل شهاب نار من السماء، ولما بيشوف ايفي بياخدها وبيهربوا. بعد شوية بيوصلوا للأوضة اللي فيها برونز وبيتصدموا لما بيلاقوا برونز عبارة عن جثة متحطمة، وبيلاقوا الموميا واقف قدامهم. فبيقعد اوكونيل يضرب عليه نار، لكن بيقرب الموميا وبيضرب اوكونيل وكان هيروح علشان ياخد ايفي، لكن لما بيشوف قطة قدامه بيتفزع وبيختفي بسرعة. فبتقول ايفي مفيش غير شخص واحد هيقدر يساعدنا، وبتاخد ابطالها وبيروحوا لهم كلهم عند متحف الاثار. ولما بيدخلوا للمكتبه اللي كانت بتشتغل فيها وبيلاقوا قائد المجوس هناك، بيطلع اوكونيل بيسلحه بسرعه، ولكن بيوقفوا صاحب المكتبه علشان يسمعوا حكايه القائد الاول. بنكتشف ان المجوس كانوا بيحرسوا المقبره علشان إمنحتب ما يبقاش عنده فرصه يطلع من عذابه. فبيسال اوكونيل ايه سبب خوفه من القطط، فبيعرفوا صاحب المكتبه ان القطط هي حراس الجحيم عشان كده بيخاف منهم. واتضح ان إمنحتب عايز ايفي
علشان ياخد جسمها ويجسد فيه الملكة اسن من جديد. في النهاية وبعد نقاش طويل بيقرروا أبطالنا إن هم يساعدوا المجوس علشان يخلصوا من إمنحتب، وفجأة وهم بيتكلموا بيلاقوا الدنيا بتبدأ تغيم وبتحصل حاجات غريبة في القاهرة. وقتها بيقرر أوكونيل إنه لازم يروح ويدور على طريقة علشان يخلص من إمنحتب. بتكون إيفي عايزة تروح معاه ولكن بياخدها وبيحبسها في الأوضة وطلب من أصحابه ما يطلعوهاش. بعدين بيروح يدور على بنيه وأول ما بيشوفه بيمسكه بيضربه وبيسأله إيه السبب اللي خلاه يبقى خادم للمندوب. فبيقول له بنيه إن إمنحتب عايز ياخد كتاب الموتى علشان يرجع اسن من جديد. وقتها بيسمعوا صوت صريخ في الشارع فبيستغل بنيه الفرصة وبيهرب، ولما بيبص أوكونيل من الشباك بيلاقي إمنحتب بيموت شخص من الأمريكان اللي سرقوا دهب من المقبرة. وقتها بيعرف إنه هيخلص عليهم بالترتيب وبيفتكر إنه سايبهم يحرسوا إيفي فبيقرر يرجع لها تاني. في الوقت ده فعلا بيكون إمنحتب وصل عند أوضة إيفي وبيقتل الأمريكان اللي هناك وبيدخل الأوضة وبتكون إيفي نايمة فبيقرب منها ولما بتصحى بتتفزع لما بتشوفه. وفجأة بيدخل أوكونيل ومعاه قطة فبيختفي إمنحتب بسرعة وبعدها بياخد إيفي وبيرجعوا لمتحف الآثار لأن اتضح إن صاحب المتحف توصل لحل وهو إن إزاي ما كتاب الموتى رجع إمنحتب يقدر كتاب الذهب يقتله، لأن دي الأسطورة المعروفة ولازم دلوقتي يدوروا على الكتاب ده. بعد كده وهما بيتكلموا فجأة بيسمعوا فات لإمنحتب واتضح إنه خلى نص البلد عبيد عنده. فبتروح إيفي بسرعة وبتقرا الهيروغليفية اللي على الحيطة وبتعرف مكان الكتاب وبيقرروا إن هما يرجعوا للمقبرة تاني علشان يجيبوا الكتاب. لكن طبعا إمنحتب بيطاردهم فبتقرر إيفي إنها تروح معاه مقابل إنه يسيب صحابها عايشين، وبيوافق إمنحتب وأول ما بياخدها بيطلب من عبيده يخلصوا عليهم ولكن أبطالنا بيقدروا يهربوا منهم. تاني يوم بيكونوا وصلوا للصحراء وبيروحوا وأوكونيل عند وينستون وبيطلبوا إنه ياخد الطيارة الحربية بتاعته، ولما بيوافق بياخدوها علشان يوصلوا للمقبرة أسرع. لكن لما بيشوفهم إمنحتب من بعيد بيعمل عاصفة ترابية بتوقع الطيارة وبيموت وينستون، ولكن بيقدر أوكونيل وجوناثان ينقذوا نفسهم. بعد كده بيدخلوا المقبرة وبيبدأوا يدوروا على الكتاب الذهبي. في الوقت ده بيكون إمنحتب بيحضر طقوس إعادة إحياء اسن، لكن لما بيعرف إن أوكونيل لسه عايش بيلاقي تعويذة بتصحي كل الكهنة المتحنطين علشان يخلص منه، ولكن بيقدر أوكونيل يوصل للكتاب الذهبي وبياخده بيروح عند إيفي وبيكون إمنحتب على وشك انه يخلص الطقس. لكن بيلاقي جوناثان دخل عليه وفي ايده الكتاب الذهبي وبيقعد يعطل إمنحتب وبيروح أوكونيل وبيفك إيفي. ولما بيكتشف إمنحتب ان دي لعبة بيروح عشان يضرب أوكونيل، وإيفي بتستغل الفرصة وبتقوم تقرا تعويذات الكتاب الذهبي وبتقدر توقف خلود إمنحتب وبيضربوا أوكونيل بالسكينة وبيموت. بعدها بتبدأ المقبرة كلها انها تتهد وابطالنا بيطلعوا بسرعة بره المقبرة، وفي وسط كل ده بيكون بنيه لسه في المقبرة بيحاول يطلع لكن بتتقفل كل الأبواب في وشه، وفي النهاية بتتهد المقبرة وكل المعابد اللي حواليها وبيطلع أبطالنا من غير كنز. لكن أوكونيل شايف إنه لقى الكنز الحقيقي وهو إيفي.